هنا لوحدي مع الشباب من أهل المنطقة على القارب. يلا نصطاد شوية سمك يا شباب. مش محتاجين الفضلات بس الأحشاء. الكلام ده مظبوط يا جماعة. احنا لسه واصلين فيجي الجميلة دلوقتي، واحنا داخلين على مغامرة مجنونة يا رجالة. بس ده مش كل حاجة يا جماعة، عندي خطة. أنا فعلا عايز أخدكم معايا في الرحلة دي كلها، وكمان عايز أعمل حاجة حلوة لفيجي بأي طريقة. عندي فكرة بسيطة، مش هقول كل حاجة دلوقتي، بس أكيد هتحبوا تشوفوا إيه اللي هيحصل في آخر الفيديو ده أكيد. هرجع بيكم لأول ما بدأنا. دي مغامرة مجنونة فعلا. يلا بينا نبدأ. يلا بينا، يلا نتحرك. تمام يا جماعة، احنا دلوقتي في المطار زي ما انتم شايفين. معانا شنطة الجو برو هنا. احنا على وشك نبدأ مغامرة مجنونة فعلا. بحاول اوطي صوتي لاني بصراحة مرعوب جدا من الكلام قدام الناس. زي ما انتم عارفين عادة بيكون الموضوع بيني وبينكم بس، لكن احنا دلوقتي في المطار وعلى وشك نروح مكان مجنون. احنا رايحين جو برو كرييتر سمت. انا بصراحة مش عارف ايه اللي هيحصل. انتوا جايين معايا في الرحلة دي. الموضوع ده ما كانش هيبقى ممكن من غيركم. انتوا اللي خليتوا ده يحصل. احنا اتخترنا مع مجموعة صغيرة من الناس نسافر على فيجي علشان نصور محتوى جو برو مع الفريق هناك وكل الناس اللي بيديروا جو برو. وايوه الموضوع هيبقى جامد جدا. هشوفكم على الطيارة، احنا في طريقنا هناك. ازيكم يا شباب؟ لسه واصلين اوضتنا في الفندق دلوقتي. لسه جايبين حبات جوز الهند دي هنا زي ما شايفين مكتوب عليه جو برو محفور عليه. احنا دلوقتي هنطلع نستكشف شوية. مش عارف ايه اللي هيحصل. اظن الوقت متأخر دلوقتي، غالبا الساعة حوالي 9 او 9 ونص، فممكن ندخل ننام دلوقتي. وبعدين لازم نصحى بدري جدا بكرة. عندنا يوم جامد. اظن اني هروح اركب الامواج مع شوية صحاب جداد. بص كده، عندنا سرير كبير قوي زي ما شايفين هناك. في حاجة واحدة بس نعملها لما أكون أنا وأنتوا هنا. مش عارف إزاي الساعة بقت 11 بالليل دلوقتي ولسه عندي طاقة كده. المفروض أصحى حوالي الساعة 5 الصبح عشان أروح أركب الأمواج بكرة. يا نهار أبيض، لسه واخد شاور. حاسس إني تعبان جدا دلوقتي. إحنا ابتدينا نفصل من التعب. بس خليني أقول لك، ده أحسن شوية من الجرف اللعين والشواطئ المهجورة وكهوف الخفافيش اللي نمت فيهم في الحلقات اللي فاتت. إحنا هنا في الجنة الجميلة دي في فيجي. أنا حتى مش عارف إيه اللي حواليا دلوقتي عشان وصلنا بالليل. أنتوا جايين معانا؟ بكرة هيكون يوم مجنون. مش عارف إيه اللي هيحصل، بس هشوفكم هناك. هيكون يوم جامد. صباح الخير عليكم. ده أول يوم مع جو برو في صيف الكريترز، وصحيت على المنظر الجنوني ده يا جماعة. بصوا قد إيه المنظر ده رهيب. عندنا نخيل ومية صافية زي الكريستال، والمراكب دي هنا، وفي سمك بيعوم حوالينا. أنا متحمس جدا. إحنا على وشك نروح نركب الأمواج يا جماعة. أيوة أنا متشوق. هنروح للشعاب المرجانية. صباح الخير يا أخويا، عامل إيه؟ كويس يا صاحبي، كله تمام. كويس، عشان أنا هطلع على لوحة التزلج بتاعي. معايا لوحين كمان هنا، يعني 3 ألواح كمان. تمام يا جماعة. ممكن أموت وأنا في الهوا، وأهلي هيموتوا كمان لحد آخر الدنيا. لو جربت الرياح هتندهش. تمام يا جماعة، احنا لسه عملنا حركة كبيرة في المركب. تقريبا قدامنا ساعة كاملة لحد ما نوصل. فيجي دلوقتي وراينا على طول في مطاعم، وكل طاقم جو برو معانا في المركب. قولوا مرحبا يا جماعة. معانا طاقم هنا، كلنا بنجهز نفسنا. هننزل المايه دلوقتي، ان شاء الله نلاقي امواج جامده. معانا مبدعين موهوبين جدا هنا. اليوم هيكون جامد. هنشوفكم عند المايه. يلا بينا. تمام، يلا بينا.
لسه راجعين من ركوب الأمواج الصبح. كل الطاقم تحت المركب دلوقتي، كلهم بيتحركوا تحت هنا. احنا راجعين دلوقتي وهنأكل حاجة، وبعد كده مش عارف ايه اللي هيحصل. احنا بس ماشيين مع اللي بيحصل، يلا بينا. الدنيا هنا مجنونة بجد دلوقتي يا جماعة، يا ربي. بصوا على ده، معانا جو برو بول بولر. أظن عندنا ترحيب بيحصل دلوقتي. يلا بينا. لوح ركوب الأمواج في إيد وجوز الهند في الإيد التانية. بص على ده. يلا بينا. ايه الجمال ده يا جماعة؟ فعلا حاجة مجنونة ان جو برو عملت كل ده علشاننا دلوقتي. بنشرب جوز الهند في جنة حقيقية. الموضوع مختلف شوية عن البقاء على الجزر، ده أكيد، بس بصراحة أنا مش هقول لأ. جوز الهند ده عمره ما كان طعمه حلو كده قبل كده يا حبيبي. يا ساتر يا راجل، بص على ده. كل طاقم جو برو حوالينا هنا، وكل الناس على الشاطئ هنا دلوقتي يا جماعة، وكل الناس بتوعك اللي بينطوا بالمظلات على الجزيرة اللي احنا عليها دلوقتي. ده فعلا مجنون يا راجل. احنا عندنا دلوقتي سيناريو لعبة بقاء بيحصل مع كل صناع محتوى جو برو وكل فريق جو برو. الموضوع جامد جدا، يلا بينا. بص عليهم وهم جايين، دول لسه ناطين من طيارة من فوق هناك. ده فعلا أيقوني. بص على ده. يا نهار أبيض يا راجل، ايه ده فعلا أيقوني. لسه جالنا النداء دلوقتي. احنا فعلا رايحين للهليكوبتر اللي في اخر الرصيف ده. هننطلق في الجو بالهليكوبتر دي، وانا فعلا حاسس الكابتن لو ينفع افتح الابواب ونط منها. مش عارف اذا كان ده هيبقى ممكن، بس احنا هنجرب كده كده. انت عارفين النظام، الدنيا هتبقى جامدة يا جماعة، الموضوع هيبقى خطير. يلا بينا يلا بينا. تمام يا جماعة، كل طاقم جو برو كرييتر سامت هناك، والشباب المحليين لسه دعوني أطلع معاهم على المركب. رايحين فين يا أخويا؟ هناخدك معانا نصطاد بالرمح هناك. صيد بالرمح، تمام؟ مفيش حد تاني بيصطاد بالرمح على المركب، يبقى احنا اللي هنصطاد بالرمح يا أخويا. ايوه، هنروح نصطاد ايه؟ هناك بايه؟ ايه يمكن شوية تونه زرقاء زعانف تونة زرقاء زعانف. تونة زرقاء زعانف. جي تي او اسباني، سمك المكاريل الاسباني. سمك الماكريل الإسباني. هننطه في المية، هنشوف لو نقدر نصطاد سمك أو يمكن نجهز غدا أو حاجة زي كده يا شباب. يلا بينا، أنا والولاد المحليين بس هنا في المركب. يلا نصطاد سمك يا شباب. يلا نصطاد سمك. قالوا لي أجهز نفسي، حنط في المية. عندنا شعب مرجانية ملاصقة للشاطئ حوالينا هنا، المنظر جامد جدا يا جماعة. عارفين؟ هننط ونشوف هنلاقي إيه. أول مرة أصطاد بالرمح في بي جي. يلا ننزل المية يا باشا، يلا بينا. تمام يا جماعة، بعد ما غصت شوية في البحر المفتوح ما كانش فيه حاجات كتير حوالينا، فشباب المركب ودوني على جزيرة، وجالي أسطورة محلية جاري عليا اسمه تيم. قدم نفسه وكان متحمس جدا، كان عايز ياخدني اصطاد بالرمح. شاف ان معايا البندقية بتاعتي فسألت شوية أسئلة يا جماعة، وبصراحة الحوار كان كده بالظبط.
أحسن مكان تصطاد فيه في المحيط هناك، هو ده. يلا بينا. يلا بينا، يلا يا جماعة، يلا بينا. تمام يا جماعة، احنا لسه واصلين الجزيرة دلوقتي ومعانا السمك والأسطورة فوق هنا. اللي هنعمله دلوقتي اننا هنبدأ ننظف السمك ده. بص على ده هنا، تقدر تشوف ده سمكة الجد الكبيرة اللي تم بصطاده. وبعدين عندك دول هنا سمكة التروت المرجانية الجميلة دي هنا، وده اللي بنسميه سمكة وحيد القرن. يمكن تفتكروا ان اصطادت شوية من دول في اندونيسيا. أكلها جميل جدا. اللي هنعمله دلوقتي إننا هننضفها. إزاي هتنضفها؟ هننضفها هنا على الشاطئ. على الشاطئ بنجهز ده ورقة نخيل هنا، هتحطها على ورقة النخيل. ايوه. هتقشرها ولا هتفضي بطنها بس؟ هتنضفها بس، نضفها بس، شيل اللي جواها الاول. هتشيل القشر كمان، هتشيل القشر وتفضي بطنها. ممكن يبقى فيها تسمم زي السيجواتيرا. عارف يعني ايه سيجواتيرا؟ ايوه. السمك ده فيه سيجواتيرا هنا، بس مش دلوقتي. مش دلوقتي. ايوه في موسم. ايوه في موسم ليهم. امتى الموسم؟ غالبا على ما اظن الشهر الجاي. تمام. عادة بتكون الكبيرة. بس الكبيرة، تمام؟ السمكة دي فيها سيجواتيرا. عمرك تعبت منها قبل كده؟ لا ابدا. احنا بننظف السمكة دي من القشر. بص على ده. هوب. ها وبص على ده. دي الأحشاء، هيا قدامك. دلوقتي الحاجة دي كده جاهزة للشوي. سمكة التراوة المرجانية الجميلة دي فعلا. كده تمام. دلوقتي واحدة منهم نظيفة. دي الأحشاء. أحشاء. سمكة اليونيكورن دي حلوة قوي للشوي يا راجل. ايوه. ريحتها قوية شوية. ريحتها قوية شوية. السمكة دي ريحتها قوية مش كده؟ أيوة ريحتها قوية جدا. في فرق في ريحة السمك يا جماعة بين السمك اللي بياكل نباتات وطبعا اللي بياكل لحوم وبيصطاد سمك تاني. فالسمك النباتي ريحته بتكون قوية جدا زي السمكة دي، ريحتها وحشة من دلوقتي. في دهون كثير جواها. في دهون كتير جواها. اللي جواها الفضلات. ايوه. تمام، فانت بتشيل كل الفضلات وبعدين تاكل كل الاحشاء. ايوه. مش عارف اذا كان الكلام ده صح. ما تاكلش البراز. ما تاكلش البراز، كل الاحشاء. ما تاكلش البراز بس كل الاحشاء. الكلام ده منطقي فعلا، صح. لسه منظف السمكة وشلنا القشر بتاعها.
هغسلها في المية دي هنا دلوقتي. ما تتعمقش قوي. شكرا جدا يا جو برو، انت السبب اني هنا دلوقتي. عندنا كل السمك ده هنا والاولاد المحليين بينظفوهم. ايه رايك يا اخويا؟ السمكه دي كانت بتقوم من نص ساعه بس، ايوه وانت هتاكلها على العشاء النهارده. جاءت كرة في فندق بطني. ايوه هتكون في بطنك خلال ساعه. انتوا مش متخيلين قد ايه ده طعمه حلو. ده فعلا عشان كده احنا بنعمل كده. الاسطوره اللي هنا ده ما كانش يعرف حتى اني يوتيوبر. قلت له انا يوتيوبر، فقال لي ايه اسم قناتك؟ قلت له اوف شور تيلز، ايوه يا باشا. وقال لي انت شايف كده؟ يا راجل انا شفت شوية حاجات كانت جامدة جدا. تمام. ايوه ايه رايكم في كده يا جماعه؟ انتوا مش متخيلين، انت بس تروح تصطاد مع الناس المحليين في الجزيره دلوقتي، وبعدين ترجع تلاقيه يتفرج على فيديوهات، وقريب هتكون انت كمان في فيديو يا اخي. هعملها يا اخي. الف شكر انك جيت. يلا بينا يا اخويا. هو ده اللي كله عشانه. ايوه يا صاحبي. هو ده الموضوع كله، عن مقابله ناس، تجارب، ثقافه، بوله واوقات حلوه يا اخويا. ايوه هو ده الموضوع. يا جماعة الشمس غربت دلوقتي وأعتقد إنها بدأت تغيب، بس في الحقيقة لازم أسيب الجزيرة دي قريب علشان أرجع مع فريق جو برو للبر الرئيسي، لأننا جايين هنا النهاردة في مهمة ليوم واحد بس معانا الأسطورة دي تيم تيموثي. تيموثي قلت له هو اسمه تيموثي وقال لي في فيجي، هو تيموثي. اسمي تيموثي في فيجي. تيموثي. طيب هنا بينطقوه بطريقة مختلفة تماما يا جماعة، لكن زي ما أنتم شايفين دي كل السمك اللي اصطادناه النهاردة. الموضوع جامد جدا. وانت بتقول انك مش بتاكل سمك طازه كتير في الجزيره دي؟ ايوه انا باكل لحم كتير بس. انت بتاكل لحم كتير؟ اي نوع لحمه؟ فراخ وضاني. فراخ وضاني بس كده، يعني عمرك ما بتاكل سمك طازة. مفيش سمك طازة. فأظن الأولاد مبسوطين إنهم أخيرا جابوا سمك طازة في الجزيرة. الكل مبسوط جدا. الكل مبسوط جدا. ده سمك كويس في ثقافتكم ولا سمك وحش؟ وكمان بقالك قد إيه ما ستش سمك بالرمح؟ أنا بصطاد سمك بالرمح من وأنا صغير جدا. تمام. فالسمكة دي السمكة رقم 1. السمكة رقم 1 ليك؟ كانت تجربة رائعة في فيجي. تمام. وكان عندك كام سنة لما بدأت تصطاد بالرمح؟ تقريبا لما كان عندي 15 سنة. 15؟ أيوة، لأني اتربيت فترة كبيرة في سوا، فلما رجعت قريتي وقعدت هناك فترة طويلة بدأت أصطاد تاني وابتديت أتكلم، علمت نفسي إزاي أصطاد. علمت نفسك إزاي تصطاد، تمام؟ ده هو كده. تمام يا جماعة، سمعتوا الكلام؟ هنا معانا أسطورة حقيقية. كان يوم جامد جدا، متضايقني إن عندنا يوم واحد بس نقضيه مع بعض. بس روحوا سيبوا تعليق دلوقتي يا جماعة لو شايفين إني لازم أرجع هنا تاني، أو إننا نتقابل تاني في المستقبل ونروح نصطاد سمك بالرمح أو حاجة زي كده. يلا بينا يا صاحبي، يلا بينا. شكرا جدا. شكرا جدا يا صاحبي، كانت مغامرة جامدة النهاردة. يلا بينا. في الوقت ده يا جماعه انا ما كنتش عارف فعلا السمكه دي كانت بتعني قد ايه للناس دول، وكمان لتيم، فيا رب يكونوا اتبسطوا بيها. انتوا عارفين ان ده هو الهدف من كل ده. احنا بنرد الجميل وبنخوض مغامرات جامدة. الموضوع حلو قوي يا جماعه، بيديني احساس جامد. بس الأسبوع الجاي يا جماعة احنا داخلين على مغامرة جديدة تماما، جزر جديدة، مية جديدة، وتحديات جديدة. هتبقى حاجة مجنونة. هشوفكم هناك يا جماعة. يي هو.